مساء الفل. نبدأ السنة ونقول بسم الله. وأول فيديو هبتدي بيه في الموضوع النرجسية هو فيديو طلب كذا مرة عن الحمى النرجسية. فالنهاردة في الفيديو ده هكلمكم عن الحمى النرجسية. فمبدئيا كده نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن طبعا الحمى النرجسية دي كومبو رعب. يعني الأم النرجسية أصلا فيلم رعب لوحدها، ما بتبقى حما بقى كمان، ما هي حما نرجسية يعني أصلا أم نرجسية. ف بتبقى شنيعة. شنيعة في إيه بقى؟ أولًا الست اللي حماها إحنا هنتكلم عن الستات عامةً، ده الماركت بتاعي. طيب الست اللي حماتها نرجسية معناها في الغالب اتجوزت راجل نرجسي، أو الراجل اللي هي متجوزاه كبش فدا. فalready هو شخصيته ضعيفة قدام هذه الأم. ولو نرجسي يعني الست دي بقى الله يعينها، الله يعينها، لان الموضوع هيبقى معقد جدا، ده هنتكلم فيه فيديو تاني. يعني هناخد الموضوع ده كده، التقسيمه دي انا جوزي نرجسي وحماتي نرجسيه، ده هناخده في فيديو تاني، مش هينفع احط الموضوعين في بعض. طيب لو انا جوزي عادي كبش فدا او اللي هو بنسميه الاعتمادي الكوديبندنت، وحماتي نرجسيه. طيب اول حاجه الحما النرجسيه بتعملها السيطرة الكاملة على الولاد. ولاد الابن بالذات، لان هي بتعتبر ان الولد المفروض يبقى امتداد ليها اصلا، فولاده امتداد ليها برضو مش ليه. يعني اوعى تكونوا فاكرين مثلا ان ولاده امتداد ليه او لامه، لا 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 خالص، ولاده امتداد ليها هي. فهي التارجت بتاعها مبدئيا لو في ولاد، الولاد. طيب هتعمل ايه مع الولاد؟ هتكلم على الحالة لو مفيش ولاد دلوقتي، بس هتعمل ايه مع الولاد؟ هتسيطر عليهم بالاشياء، بمعنى ان هي هتبقى دايما مصدر للمادة، مصدر للهدايا، مصدر للهجص، مصدر ان احنا ما بنذاكرش عند جدتنا دي. لازم تلفت نظرهم بحاجة هما بيحبوها. ليه؟ عشان دايما مخهم يربطها بحاجة فيها سعادة، او في حاجة فيها عكس اللي ماما بتقوله. يعني مثلا ماما منعوا عنهم الحلويات، او الحلويات بتتاكل بطريقه معينه باسلوب معين، او قبل النوم مثلا ب3 ساعات مفيش حلويات. طيب تعالوا يا ولاد هديكوا حاجه حلوه في المطبخ بس ما تقولوش لماما. ده مش دلع جده عاديه. دلع الجده العاديه بيبقى دلع لطيف لذيذ، ممكن يكون مش مطابق لطريقه التربيه بالظبط اللي الام والاب بيربوا بيها، بس ما بتدمرش آه، اللي بيعمله الاب والام في سبيل ان هي تاخد يعني ايه اصوات العيال، كاننا في انتخابات كده تاخد اصواتهم ليها. لا، بيبقى الدلع في حدود كده ايه، بسيطه. يعني بنطلع عن طريق التربيه في حدود بسيطه، انما الدلع ما بيضرش الولاد. الدلع الطبيعي، الناس الطبيعيه اللي مش نرجسيين. الجده النرجسيه عادي جدا تضر العيال، في سبيل ايه؟ في سبيل انهم يحبوها. بمعنى لو ليهم ميعاد نوم معين وهم عندها ميعاد النوم ده متدمر، لو عندهم مذاكره وبيرجعوا عليها من المدرسه، والمفروض ان هي تقعدهم يذاكروا لغايه مثلا لما الام ترجع من الشغل، مفيش الكلام ده. في العيال قاعده بلبس المدرسه بيعكوا في التراب، ما ذاكروش، ما كلوش، او كلوا وبيتفرجوا على التلفزيون. الام ترجع تلاقي الدنيا مقلوبه ولسه هتبتدي اليوم من اوله. ده لو العيال مع الجده مثلا. المفروض بيكلموا بصوت واطي، اعلوا صوتكم يا عيال ما يهمكوش، بيكلموا صوت عادي وطوا صوتكم. اي حاجه الام، بالذات الام، بتؤكد عليها، هي بيتشطب عليها وبيداس عليها بالجزمه في بيت هذه الجده، او في وجودها حتى لو في بيت الام. يعني حتى لو في بيت البنت، بنت مرات الابن، الموضوع ده متدمر تمام. فسيطره كامله على الولاد بحاجات بيحبوها.
تكسير لكلمة الأم دائما وأبدا، حتى لو الكلمة دي صح ومكتوبة في كل كتب التربية الحديثة والتربية البوزيتيف، مفيش الكلام ده. الأم دي مهمشة قصاد هذه الحما. تالت حاجة، قدام الولاد لازم تطلع الأم دي مش كويسة، هبلة بقى، بتعك في الكلام، تهزقها، تزعق لها، تديها كلمتين، تقول لهم شايفين مامتكم بتعمل ايه، معرفش. لازم 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 هتكسر هذه البوند اللي بين الأم والولاد، لأن هي من غير ما تكسر البوند دي مش هتعرف تحط رجليها في حياتهم، رجليها الشمال يعني في حياتهم. طب ايه اصلا هدفها معاهم؟ لازم عايزه تطلع حد منهم نرجسي فور شور، ما احنا قلنا امتداد ليها. فلو الاب طلع فلت وما طلعش نرجسي، هتمسك واحد من العيال، هتفرم اللي خلفوه علشان يبقى نرجسي، هتفرق بينه وبين اخته ولا اخوها ولا اخوه، هتفهمه ان هو اللي على الحجر وهو يكون هو اللي ما بيذاكرش ونتنايل بنيله، والتاني اللي بيذاكر ولا التانيه اللي بتذاكر وجايبه درجات حلوه يعني تبقى مش كويسه. اللي بيسمع كلام مامته فيهم او بيقول لها لا مامي قالت ما بنعملش كده، هيتفرق نصين، هيطلع بره بالنسبه لها جنه وجوده جنبها، وهيبقى التاني احسن منه مليون مره. لا، كلمه لا ما تتسمعش منهم. وكلمه انا بحب مامي، او ان هما يوروا ان هما بيحبوا مامتهم قدامها، بتثير فيها جميع الشرور اللي موجوده. فلو سمحتوا، انا عملت قبل كده الموضوع ده في شورت، هتلاقوه على القناه بتاعتي، بس خليني اتكلم فيه باستفاضه بعد اذنكم. وانتوا بتتعاملوا مع الولاد قدام الحما النرجسيه، لو سمحتوا بلاش توروها ان انتوا في بينكم رابطه قويه او حب، او الولد بيحبني قوي، او تعالى يا حبيبي في حضني. الكلام ده ممنوع، لان لو اثيرت غيرتها في الحته دي، هتبقى اشر بني ادم على وش الارض، وهتدمر علاقتكم ببعض من حيث لا تحتسبوا. مش هتبقوا عارفين الدنيا باظت ازاي. هي العيال جايه لكم مش طايقينك، العيال جايه لك من عندها مش طايقينك، تقول لهم كلام وحش، تقول لهم ماما ما بتسالش عليا، هتقول لهم ماما ما تستاهلش مش عارف ايه، هتسالهم عن اخباركم. نعم، هيشغلهم جواسيس ليكوا، يعني عليكوا، ليها، بالحاجات اللي ايه الحلوه، واديك شوكولاته واديكي بونبوني واجيب لك السكرت اللي ما كانتش مامي عايزه تجيبها لك عشان قصيره، انا هجيبها لك، الحاجات دي كلها. بس قولي لي بقى اخباركم ايه فوق، عاملين ايه، ولا الرجاله هناك ولا تحت ولا زفت، عاملين ايه، مامي وبابي عاملين ايه، بيزعقوا ايه، بيعاملوكوا ازاي، الدنيا ايه، جبتوا ايه اخر حاجه جديده، جبتوا حاجه جديده في البيت. هتلاقوا في جواسيس، والعيال مش فاهمه يا عيني، العيال مش فاهمه. ف ايه الحل مع الام، مع الحمى النرجسيه؟ هو الحل مع الام النرجسيه، بنبعد عنها على قد ما نقدر. ودي اسهل لو ايه، لو في حاله ايه، لو في حاله ان الراجل كبش فدا، انا مش لازم ابعده عنها، مش لازم اقول له انت هتبعد عنها، انا مش بحب مامتك انا مش هشوفها، لا لا لا، هنعملها بطريقه ملتويه شويه. ننقي مثلا اوقات التمارين تبقى في وقت الزياره، فما ينفعش نروح الزياره، نتلكك، نتحجج، نعمل اي شقلبه، باننا نقطع على قد ما نقدر مع هذا الوحش الكاسر. ده بالنسبه لنا احنا. التليفون مره يترد ومره 10 ما نردش عليها. ما تحاولوش تدخلوا بين جوز، يعني ما تحاوليش تدخلي من جوزك ومامته، لان مش هتكسبي الحرب دي، مش هتكسبي الحرب دي خالص. لو الام نرجسيه، هي حاطه البراثن بتاعتها جوه الولد، وممكن تكون بتصرف عليكم بطريقه ما، او بتدي لجوزك فلوس استعباد. يعني لو هي بتعمل كده وجوزك بيقبل، او انتوا بتقبلوا ان هي تدفع لكم جزء من حاجه في حياتكم، مصاريف المدارس بقى عليا يا حبيبتي، مش عارف ايه عليا يا روحي، السفريه دي انا هدفعها لكم، انت هتتذلي ذل. يعني اكرم لك العيال يطلعوا ما دخلوش مدارس، علميهم اونلاين. ما بهزر والله، ما بهزر. بلاش تعتمدوا عليهم في اي حاجه ماديه خالص، لا انت ولا جوزك.
لو جوزك نرجسي احنا اتفقنا دي حلقه تانية يعني فيديو تاني. طب لو جوزك كودي بندن هتقدري يعني هتقدري تتفاهمي معاه شويه وتفهميه ان احنا محتاجين ننفصل عن هذا الكيان اتليست ماديا، عشان احنا انا يعني انا هبقى معاك في مستواك انت، بس بلاش هي. لو انت قابله ان هي تساعد ماديا هي او جوزها في حياتكم، ما تشتكيش خالص. ليه؟ لان انت هتبقي ممسوكه من ايدك اللي بتوجعك. انت بتاخدي مني فلوس وبصرف على اولادك في كذا وكذا، يعني ايه ما تساليش عليا؟ يعني ايه اكلمك ما ترديش؟ يعني ايه اعمل عزومه وما تجيش؟ استعباد رسمي. تمام؟ فخلوا بالكم جدا من النقط دي، لان ما ينفعش افصل، ما ينفعش اقول ايه هي بتصرف على الولاد بس ايه يعني هو ده يديها الحق ان هي تعمل كده. بالنسبه لها ايوه يديني الحق. الحاجه الوحيده اللي هتخليها ما تعرفش تتحكم فيكي ان هي ما يبقاش ليها خير، ما يبقاش خيرها له بصمه في حياتكم باي طريقه. تمام؟ حاجه كمان مش هتعرفي ترضيها، يعني اتشقلبي مش هتعرفي ترضيها ابدا، لا بهدايا ولا بانك تبقي تحت رجليها، ولا بانك تطببيها لما تعيا، ولا بانك تخرجيها لما تزهق. مفيش رضا زيها زي الام النرجسيه بالظبط، بل بالعكس هي هتبقى حريصه جدا انها تغلطك حتى لو بتعملي حاجه خير. ليه بقى؟ عشان ما تقوليش لجوزك انا جبت لمامتك ولا وديت مامتك ولا ظبطت مامتك ولا بتاع. هتطلع في الموضوع كله همزه كده، لحظه كده انت غلطتي فيها. يا حبيبي خدتني المستشفى، بس ازاي بقى جايه مبوزه وبتسوق بعصبيه محسساني ان انا حمل عليها، وانت تكوني سايبه العيال وسايبه الدنيا وسايبه شغلك ممكن وسايبه حياتك ورايحه توديها مستشفى ولا توديها لدكتور وهترجعيها، وهي هتطلعك برضو غلطانه. فلو سمحتي بلاش جمايل لا منها ولا ليها، يعني لا تجامليها ولا تقبلي منها جمايل خالص. واوعي توعدك بحاجه مستمره، يعني مثلا ايه انا هجيب العيال من المدرسه كل يوم. نو مش هيحصل. هتسيبك تعتمدي عليها، وفي احلك لحظات حياتك هتقولك معلش تعبت مش هينفع اجيبهم، معلش جالي حاجه مش هينفع اروح اجيبهم. اتصرفي قبل مثلا ميعاد خروجهم او بعديه ب5 دقايق عشان تلففك حوالين نفسك. ليه؟ عشان تحسي باهميتها. فارجوكوا بلاش الحما النرجسيه او الام النرجسيه في اي حاله تبقى ليها يد في حياتكم من قريب او من بعيد، وبالذات الحاجات الروتينيه. انا في رمضان يا حبيبتي انت بس تبقي مثلا حامل مثلا، انت بس في رمضان الجاي الفطار عليا كل يوم، هجيب لك الفطار الصينيه في السرير لحد عندك. مش هيحصل، والله ما هيحصل. ولو حد حصل معاك الكلام ده من حما نرجسيه، قالت كلمه وعدت بحاجه ومشيت عليها اسبوع، اكتبوا لي والله هطلع اعتذر على لايف مش فيديو مسجل. عمرها ما هتقول حاجه انها هي هتعملها وهتفضل تعملها، مش هيحصل خالص. لا بالذات انها عايزك تعتمدي عليها وبعدين تخلى بيكي. فدي نقط العامه اللي في الحمى النرجسيه، ودي الحاجات اللي انا مني ليكوا بقول لكم عليها. لو انتي مخطوبه بقى او لسه متجوزه ومفيش ولاد وحسيتي ان حماتك نرجسيه، من الاول اعملي حدود. مش هقولك سيبي الراجل الا لو نرجسي، يعني لو نرجسي اجري. لو كويس ومن حلال وبتاع بس مامته عقربه ونرجسيه، الحدود 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 الى ما لا نهايه. انا ممكن اعمل فيديو نص ساعه اقول الحدود بس من غير ما اتكلم. لازم حدودك تحطيها من اولها. حدود الاخلاق هتقل ادبها ترزعيها في وشها في ساعتها، ما يهمكيش حد. لان هي لو مره قلت ادبها وانتي رحتي عامله انا مؤدبه مكسوفه وبعدين انا بيني وبينه هقول له ان مامتي طريقتها مش عجباني، لا خلاص هي كده عرفت يعني هتعمل ايه. مفيش كسوف، في تاخدي حقك، في باوندريز، في حدود قويه جدا، في انا متربيه واهلي ربوني وانت مش مسموح لك تتكلمي بالطريقه دي. في مليون حاجه من اولها تتعمل عشان نقلل من الاحتكاك ونقلل من الاضرار
اللي ممكن تحصل. كالعادة هستنى تعليقاتكم واسئلتكم وتجاربكم، وانا موجوده وهرد انا عارفه في كومنتس كتيره جدا عندي، معلش أنا لسه ما ردتش عليها، هرد عليها دلوقتي في الفيديوهات اللي قبل كده. كان معاكم وجه حرفوش لايف كوتش، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.